صباح الخير، صباح السعادة، اخباركم ايه؟ تعالوا نعمل سندوتش لذيذ قوي قوي. هينفع للسندوتشات، تحفة للاولاد، هيبهرهم بجد. انا اعملهم ببواقي التلاجة. كان عندي شوية جبن كده صنانين وحتة لانشون صنانة، قلت اعمل بيهم سندوتش. وعندي كام رغيف فينو كده بقالهم فترة في الفريزر، قلت اخترع منهم سندوتش كده هيفتح نفس الاولاد وحاجة جديدة للايه، في الفطار او في العشاء. عندي هنا الفينو اهو، طلعته فكيته من الفريزر وهفتحه من فوق زي القارب بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. تمام. واحاول اضغط عليه بايدي كده عشان اضغط على اللبابه بتاعته وما تبقاش منفوشه قوي. تمام. حطيت طبعا في صاج، وحطيت تحتها اللي هو شيت السيليكون، او لو ورقه زبده عندك. اما فيش ورقه زبده ممكن رشه زيت عشان ما يلزقش الفينو طبعا فيها. عندي بقى زي ما بقول لكم بقى بواقي جبن كده في التلاجة، شويه جبنه موتزاريلا صغيرين فرشتهم كده في الارضيه. ممكن نحط جبنه فيتا، ممكن ندهن السندوتش قبل ما نحط الجبنه الموتزاريلا دهنه كده من الجبنه الفيتا. عندي قطعه يتيمه كده من اللانشون في التلاجة، قلت اقطعها مكعبات واستفيد بيها. مش تنفع سندوتش واحد حتى لو انا عامله لو اعمله سندوتش معتاد يعني. قطعتها مكعبات كده ووزعتها على الثلاث ارغفه. تمام. عندي حته جبنه بيضه اللي هي الملح خفيف الطريه دي، قطعتها كده. عندك شيدر حطي، عندك رومي حطي، اللي موجود حطي عندك، ومش لازم كميات. ممكن نستغنى عن الجبن، وممكن نعملها بالتونه، ممكن نعملها بالسوسيس والسجق. جميله جدا ولذيذه وحاجه حلوه هتعجبكم ان شاء الله وتعجب الاولاد. تمام. اوزع جبنه مثلثات تنفع برضو، اديها رشه بقى كده من الجبنه الموتزاريلا برضو. هي الحشوه مش كتيره، لكن لما نيجي ناكلها لما جيت اكلها لقيتها ما شاء الله غنيه بالجبن اللي فيها. كان طعمها لذيذ قوي. انصحكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم وتعجب الاولاد. اهم حاجه اولادنا. تمام. انا قلت اهتم كده بشويه موتزاريلا، هي دي الزياده اللي عندي، قلت كده خليها شويه غنيه بالموتزاريلا. اخر حاجه احطها عشان نعلي القيمه الغذائيه بتاعه الساندوتش، احط بيضه في كل ساندوتش. تمام. احطها كده في نص الساندوتش بالظبط، ما تخافوش مش هتقع ولا حاجه. وادي التانية، وادي البيضه التالتة. هنغني بقى مع بعض. ادي البيضه ودي اللي اشتريها تمام. ادي رشه بسيطه كده من الفلفل فوق البيضه عشان زفوره. طبعا انا مولعه الفرن من قبل ما اشتغل. احنا مش عايزينه حامي قوي لان الفينو مستوي والجبن شبه مستويه، هي البيضه بس هي اللي نيه. اديتها كده رشه من الشيلي فليكس اللي هو حبيبات الشطه، ورشه بسيطه برضو من البقدونس المجفف. واخر حاجه رشه كده حلوه من زيت الزيتون، او لو مفيش زيت زيتون ممكن زيت عادي. ممكن نسيح حته زبده ونرشها على سندوتش. دخلتهم الفرن على الشبكه، ما خدوش حاجه، ما تولعوش الشوايه عليها. انا ولعت الشوايه، كنت مستعجله. ما خدتش تقريبا ربع ساعه او 10 دقايق تقريبا بالكتير. طلعتها زي ما انتم شايفينها جميله ازاي، ما خدتش وقت خالص تماما. نقدمها بقى جنب شويه شاي بلبن، شويه شاي اللي يعجبكم. ممكن نحط برضو تخميس الجبنه جنبها، ممكن نحط شويه زيتون وشويه مخللات جنبها. حلو قوي في الفطار وفي العشاء وفي سندوتشات المدارس. نقطعها كده زي ما انتم شايفين ونحطها في اللانش بوكس بتاع الاولاد، هتعجبهم قوي. فكره جديده للسندوتشات. شايفين المنظر حلو ازاي؟ ما شاء الله، سندوتش غني بكل العناصر، ما خدش مننا وقت، من بواقي التلاجة. فكره جديده، جربوها وان شاء الله تعجبكم. بس تعالوا ندوق الاول. تحفه، طعمه جميل جدا. جربوه باي حشو تعجبكم. عملت جنبه شويه شاي بلبن كده، والف هنا ليكم لو جربتوه. اشوفكم في فيديو